السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك ميس خلود طه وانت هنا في الجغرافيا. يلا بينا نبدأ درسنا اللي هو الأماكن الخدمية في مدينتنا. اتفقنا مع بعض الدرس اللي فات اللي عندي الأماكن دي اتطورت ازاي، أو القرى والمدن اتطورت ازاي. قلنا في تطور للأجهزة الكهربائية، في تطور لوسائل المواصلات، في تطور للقرى والمدن وكل حاجة. وعملنا الكباري عشان نقلل زحمة، وعملنا المدن برضو عشان نقدر اننا نقلل الزحمة بتاعتنا. طيب تعال نشوف في حاجة اسمها الأماكن الخدمية في مدينتنا. يعني إيه أماكن خدمية في مدينتنا؟ قال لك يا سيدي إن الأماكن الخدمية دي هي عبارة عن إيه؟ قال لك إن دي عبارة عن منشآت. يعني إيه؟ منشآت دي يعني أماكن. منشآت دي يعني إيه؟ أماكن. قال لك إن الأماكن دي بتكون متخصصة. طب متخصصة ليه؟ لتقديم خدمات متنوعة. لتقديم خدمات إيه؟ متنوعة. لمين؟ للناس. يبقى أنا بقدم الخدمات دي بس لمين؟ بقدمها للناس. بقدمها بس لمين؟ بقدمها للناس. يبقى هي منشآت متخصصة، بس هنا أنا بقدمها لمين؟ بقدمها للناس. بقدمها لمين؟ للناس. بقدمها لمين؟ للناس. يعني ايه الكلام ده؟ انت بتروح المدرسة عشان تتعلم، يبقى كده المدرسة دي بتديك ايه؟ خدمة. بتروح الصيدلية عشان تاخد دواء، يبقى كده الصيدلية دي بتديك ايه؟ بتديلك خدمة. المدرس اللي هو انا بعلمك، يبقى اذا ان انا كده بديلك ايه؟ بديلك خدمة. المستشفى بتروح عشان تعالجك، فبالتالي المستشفى دي بتديلك ايه؟ خدمة. يبقى الحاجة اللي هي مكان بيعمل لك حاجة، الحاجة دي اسمها ايه؟ خدمة. يبقى المكان اللي بيعمل لك حاجة اسمها حاجة دي اسمها ايه؟ خدمة. طيب أماكن الخدمية هي عبارة عن إيه؟ هي منشآت متخصصة لإيه؟ تقديم إيه؟ خدمات متنوعة للناس. خدمات متنوعة لإيه؟ للناس. خدمات متنوعة لإيه؟ للناس. طب الأماكن الخدمية بقى في مصر، قال لك أنا عندي الأماكن الخدمية دي متنوعة، فبالتالي هنا مين هم بقى؟ عندي خدمات تعليمية صحية أمنية تجارية. مين هم؟ خدمات تعليمية صحية أمنية تجارية. مين هم؟ خدمات تعليمية صحية أمنية وتجارية. أمنية وإيه؟ وتجارية. طيب كل الحاجات دي مهمة؟ طبعا مهمة. طب ليه مهمة؟ قال لك عشان تقدر إنها تسهل الحياة اليومية وتلبي احتياجاتهم الأساسية. يبقى أنا لما أقول لك كده بما تفسر أهمية الأماكن الخدمية، هي ليه مهمة الأماكن الخدمية؟ تعال نشوف أهمية الأماكن الخدمية. ليه مهم عندي الأماكن الخدمية؟ عشان تلبي الاحتياجات اليومية والاحتياجات الأساسية وتسهل حياتنا. يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي مثلا هنا أنت عايز تاكل، هتعمل إيه؟ هروح السوبر ماركت. طيب تمام، يبقى إذا السوبر ماركت ده سهل لك حياتك ولا ما سهلهاش؟ سهلها. طيب ماشي، لما أقول لك مثلا هنا إنه اسمها إيه؟ هنقول مثلا هنا ان انت عايز تاكل، تمام؟ لو انت الاكله دي عملت ايه؟ لو انت الاكله دي، تمام، لو انت الاكله اللي بتاكلها دي، انت الاكله دي لسه هتروح تزرعها وتحصدها ولسه هتروح بتاع ده بعد كده تطبخها، هل هينفع نعمل كده؟ لا طبعا، ما احنا مش هنحصد كل ده عشان عايزين ناكل. طيب الميه اللي انت بتعملها دي، اللي انت بتشربها، هل هتقعد كل شويه تفلترها من غير فلتر؟ طب ازاي يا ميس؟ اللي هو بشاش وقطن بقى والحاجات دي؟ طب قال لا، مفيش الكلام ده، احنا اكيد مش هنعمل كده. طيب هل المدرسه اللي انت هنا ايه الاحسن بالنسبه لك، تتعلم في المدرسه ولا مامتك تعلمك في البيت؟ اكيد المدرسه احسن. فبالتالي احنا مش هنوفر كل حاجه لنفسنا فين؟ في البيت. احنا مش هنوفر لكل حاجه لنفسنا فين؟ في البيت. بس هنوفرها فين؟ هنوفرها من خلال الاماكن الخدميه دي. يعني السوبر ماركت، المستشفى، المدرسه، الصيدليه بيعملوا ايه؟ بيسهلوا حياتك اليوميه وبيلبوا احتياجاتك الاساسيه. انت محتاج اكل، شرب، لبس، تعليم، اي حاجه انت محتاجها، ده انت كده بتقدر انك تعمل ايه؟ تسهل حياتك اليوميه. انت بتقدر ان انت تعمل ايه؟ تسهل حياتك اليوميه. تسهل حياتك ايه؟ اليوميه. وتقدر كمان تلبي الاحتياجات الاساسيه. وتقدر تلبي الاحتياجات ايه؟ الاساسيه. يبقى انت بتقدر تسهل الحياه اليوميه وتلبي الاحتياجات الاساسيه. تمام؟ يبقى تاني، تقدر تسهل الحياه اليوميه وتلبي الاحتياجات الاساسيه. طب انا عندي اماكن خدميه؟ عندي اماكن خدميه. طب نوعها ايه؟ اولا تعليميه. هو انت بتتعلم فين يا ميس؟ انا بتعلم في البيت.
يا حبيبي، بس لما تطلع من البيت بتروح فين؟ بروح المدرسه. يبقى اذا التعليم ده انت بتتعلم فين؟ في المدرسه. يبقى المدرسه دي ده من ضمن الاماكن الخدميه، نوعها ايه؟ تعليميه. يبقى الاول قول لي المكان ده انت بتعرف تعمل فيه ايه، وعلى اساسه هتعرف تحدد نوع الخدمه. يعني المدرسه بنتعلم فيها، فعشان كده قال لك ان المدرسه دي احنا بنروح نعمل ايه؟ بنروح نتعلم فيها، وبنتعلم فيها هوايات مفيده، بنروح نتعلم فيها ونمارس هوايات مفيده. تاني حاجه بنزور مكتبه المدرسه، المكتبه دي فيها كتب زي كتب التاريخ، فيها كتب زي كتب التاريخ. وكتب التاريخ دي بتعمل ايه؟ بتحكي عن اجدادنا المصريين القدماء، يعني وبتحكي عن الحضاره المصريه القديمه. يعني لو عايزين نعرف المصريين كانوا عايشين ازاي زمان، احنا بنرجع للكتب دي. يبقى المدرسه دي فيها ايه؟ بنروح نتعلم ونمارس هوايات مفيده. بنشوف المكتبه اللي فيها كتب تاريخ، بنشوف المكتبة اللي فيها كتب تاريخ بتحكي عن مين؟ أجدادنا المصريين القدماء وحضارتنا العظيمة. أجدادنا المصريين القدماء وحضارتنا إيه؟ وحضارتنا العظيمة. وحضارتنا إيه؟ وحضارتنا العظيمة. طب كتب التاريخ دي مهمة؟ طبعا مهمة. ليه؟ يبقى أنا هنا لما أجيب لك سؤال وأقول لك، يبقى تاني إحنا بنروح المدرسة دي بنعمل إيه؟ عشان هنا بنعلم، بناخد خدمات تعليمية. يبقى قلت لك قول لي المكان اللي أنت فيه ده بتعمل فيه إيه، وهتعرف نوع الخدمة ايه. فبالتالي المدرسة بتديك خدمة ايه؟ تعليمية. فانت بتروح في المدرسة بتعمل ايه؟ بتتعلم وتمارس هوايات مفيدة. كمان عندي انها بتزور، انت بتزور كتب المدرسة، انت بتروح لمكتبة المدرسة، بتزور مكتبة ايه؟ المدرسة اللي فيها ايه؟ فيها كتب. اللي فيها ايه؟ فيها كتب. فيها ايه؟ كتب زي كتب التاريخ. زي كتب ايه؟ كتب التاريخ اللي هي بتحكي عن مين؟ أجدادنا المصريين القدماء والحضارة بتاعتنا العظيمة. أجدادنا مين؟ المصريين القدماء والحضارة بتاعتنا العظيمة. أجدادنا المصريين القدماء وحضارتنا إيه؟ حضارتنا العظيمة. يبقى كتب التاريخ بتحكي عن مين؟ بتحكي عن أجدادنا المصريين القدماء. بتحكي عن أجدادنا مين؟ المصريين القدماء والحضارة العظيمة. والحضارة إيه؟ العظيمة. والحضارة إيه؟ العظيمة. طيب يبقى كده قلنا ان الكتب مهمه. مهمه. ليه؟ بتحكي عن المصريين القدماء والحضاره العظيمه. عشان كده هنا لازم اعمل ايه في المدرسه بتاعتي؟ اولا لازم احافظ على المقاعد، الديسكات اللي انت بتقعد عليها لازم ان انت تحافظ عليها على طول. لازم كمان تحافظ على الكتب، سواء كتب المدرسه او كتب المكتبه. لازم كمان تحافظ على المكتبه، كل الادوات الموجوده في المدرسه، كل حاجه موجوده في المدرسه انت لازم تعمل ايه؟ لازم تحافظ عليها. طب ليه لازم احافظ عليها؟ عشان هي ملك للجميع. عشان هي ملك الايه؟ للجميع. يعني انت قاعد 6 سنين في المدرسه ولا 3 سنين، هتطلع بعد كده هيحصل لك ايه؟ هتروح لمكان تاني، غيرك هيجي برضه وهيقعد في المدرسه، هيقعد برضه في مكان في نفس المكان اللي انت كنت قاعد فيه. طب ما اللي جاي لازم برضو ان هو هيعمل ايه؟ هيستفيد بالمكان ده. فبالتالي لازم يجي يلاقي المكان ده متصلح ولا متكسر؟ طبعا لازم يلاقيه متصلح. طب يا ميس ما هم بيطوروها، ما هم بيعملوها، ده بياخدوا مننا مصاريف كتير قوي. هقول لك انه حتى لو هم بيعملوا كده، هقول لك ان انت برضو واجب عليك انك ما تخربش اي مكان انت قاعد فيه. تمام؟ يبقى احنا لازم اننا نعمل ايه؟ ما نخربش اي مكان احنا قاعدين فيه. ليه؟ لانها ملك للجميع. لانها ملك لمين؟ للجميع. لانها ملك لمين؟ للجميع. طيب نعمل ايه كمان؟ ما نكتبش على الجدران، ما نكتبش على الحيطه. كمان لازم اننا نحط القمامه اللي هي الزباله بتاعتك يا حبيبي، نحطها فين؟ في المكان المخصص ليها. في المكان المخصص ايه؟ ليها. في المكان المخصص ايه؟ ليها. كمان لازم اننا نحترم المعلمين. لازم نحترم ايه؟ المعلمين ونقدر دورهم، لان المعلم ده دوره ان هو يعلمك في تعليم حضرتك مش بالساهل. بالعكس، ده هنا دور المعلم كبير جدا جدا جدا. في مدرسين لما بتكبر بتفضل دايما فاكرهم من كتر ما هم بيزرعوا فيك حاجات حلوه. يبقى انا عندي لازم ايه؟ نحترم المعلمين واقدر دورهم فين؟ في المجتمع، او اقدر دورهم في تعليمنا وتوجيهنا. اقدر دورنا في تعليمهم وايه؟ وتوجيهنا. يبقى انا اعمل ايه في المدرسه؟ حافظ على المقاعد وكتب المدرسه. ليه؟ عشان هي ملك لمين؟ للجميع. لانها ملك لمين؟ للجميع. ما اكتبش على الجدران. ليه ما اكتبش على الجدران؟ برضو لانها ملك للجميع. كمان احط القمامه بتاعتي فين؟ في الباسكت، في المكان بتاع الباسكت. كمان احترم المعلمين واقدر دورهم في تعليمنا وتوجيهنا. احترم المعلمين واقدر دورهم فين؟ في تعليمنا وتوجيهنا. الدوله بتبني مدارس، بتطورها. ليه؟
عشان تكون في مستقبل افضل للطلاب، عشان يكون في مستقبل افضل للطلاب. يعني انا عندي مدارس وعندي جامعات، تمام، حلو الكلام، بس هنا الدولة لازم تعمل ايه؟ بتطورها بشكل مستمر، لان انا مش هينفع اتعلم نفس التعليم على مدار 50-60 سنة جايين. مثلا لما اقول لك ان انا هدخل الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي، انا هدخله كمادة للتعليم، طيب ماشي، يبقى كده ده تطوير ولا مش تطوير؟ تطوير. يبقى اذا الدولة بتعمل ايه؟ بتطورها بشكل مستمر، بتطور المدارس وبتطور الجامعات. ليه؟ عشان في مستقبل افضل لمين؟ للطلاب. عشان يكون مستقبل افضل لمين؟ للطلاب. بعد كده عندي الاماكن الخدمية الصحية. صحية، انت بتروح تعالج صحتك فين؟ في المستشفى. فاحنا بنتكلم الاماكن الخدمية الصحية دي على ايه؟ على المستشفيات. المستشفيات دي بتعمل ايه؟ قالك بتقدم خدمة لمين؟ للمرضى. بتقدم خدمة لمين؟ للمرضى. طب زي ايه؟ زي الكشف وتقديم العلاج. زي الكشف وتقديم ايه؟ العلاج. يبقى تاني هي بتقدم خدمة لمين؟ للمرضى. بتقدم خدمة لمين؟ للمرضى. طب زي ايه؟ زي الكشف وتقديم العلاج. زي الكشف وتقديم ايه؟ العلاج. يبقى هي بتقدم خدمة لمين؟ للمرضى. طب زي ايه؟ زي الكشف وتقديم العلاج. زي الكشف وتقديم ايه؟ العلاج. طب نعمل ايه بقى؟ قالك ان انا لو انا في مستشفى ودخلتها، المستشفى دي بتكشف عليا وبتديني العلاج بتاعي، تمام؟ تمام. طب اعمل ايه بقى عشان اخش المستشفى دي وافضل محافظ عليها؟ قالك ان انا لو رايح ازور مريض هعمل ايه؟ هلتزم الهدوء، صمت تام، ما نتكلمش خالص. هنا لازم نلتزم بالهدوء عند زيارة المريض. ما جيش هنا لما اجي مريض يزوره الاقي في 10 داخلين عليه وال10 دول في اوضه واحده، والاقي ال10 كلهم بيتكلموا. انت جاي تزور المريض بس يا بخت منظر وخفف يابا. انت تعمل ايه؟ حط الحاجه، ازيك عامل ايه، السلام عليكم. لكن بعد كده هتفضل قاعد وتتكلم وبتاع ليه يا حبيبي؟ ما في مرضى تانية قاعدين وعايزين يستريحوا. فبالتالي هنا لازم اننا نعمل ايه؟ نلتزم بالهدوء عند زياره المريض. اول حاجه لازم كمان احافظ على نظافه المستشفيات، لازم اسيبها نظيفه، مرميش فيها ورقه ولا منديل ولا اي حاجه. لازم المستشفى دايما تكون نظيفه. كمان لازم ان انا اعمل ايه؟ قال لك لازم اتبع الارشادات الصحيه. لازم اعمل ايه؟ اتبع الارشادات الصحيه. اتبع الارشادات ايه؟ الصحيه. اتبع الارشادات ايه؟ الصحيه داخلها. الصحيه ايه؟ داخلها. يبقى لازم اعمل ايه؟ اتبع الارشادات الصحيه داخلها. اتبع الارشادات الصحيه ايه؟ داخلها. زي مثلا ان ممنوع التدخين، زي مثلا ان ممنوع القاء القمامه على الارض. فدي كلها تعليمات لازم ان انا اتبعها. يبقى تاني اعمل ايه ناحيه المستشفيات؟ ان انا لازم احافظ على نظافه المستشفيات. احافظ على نظافه ايه؟ المستشفيات. والتزم بالهدوء لما اجي وازور مريض. التزم بالهدوء لما اجي وازور مريض. ولازم كمان اتتبع الارشادات الصحيه. ولازم اتتبع الارشادات ايه؟ الصحيه. زي ممنوع التدخين. كمان هقدر دور مين؟ الاطباء. الاطباء ليه؟ لانها برضو بتقوم لك بدور كبير في علاج المريض وبتحاول انها تحمي صحتنا. طبعا الاطباء دول الدكاتره طبعا دورهم كبير جدا، زي ما المعلم دوره كبير. فبالتالي لازم نعمل ايه؟ نقدره. والمعلم كمان لازم نعمل ايه؟ برضو لازم اننا نقدره. طب الدوله بقى بتعمل ايه للمستشفيات؟ برضو ما زالت بتبني مستشفيات وبتبني وحدات صحيه وبتوفر ادويه. وحدات صحيه دي اللي هي زي العيادات الحكوميه. طب بص بقى يا سيدي، هي هنا ثانيه واحده، هو انا ينفع اقعد بالمستشفيات اللي موجوده هنا ولا لازم ابني تاني؟ لا لازم ابني تاني. طب ليه؟ هل عدد السكان بيزيد ولا بيقل؟ لا يا ميس ده بيزيد. فبالتالي لازم اكمل بنى ولا ما ينفعش؟ لازم يا ميس اكمل بنى. يبقى الدوله بتبني مستشفيات، بتوفر وحدات صحيه، كمان بتوفر لك ادويه. يبقى الدوله بتوفر لك مستشفيات وبتوفر لك وحدات صحيه وبتوفر لك ادويه. طب في الخدمه التعليميه كانت بتوفر لك ايه؟ كانت بتوفر لي يا ميس زي ما انت قلتي مدارس وجامعات وبتطورها بشكل مستمر. مدارس وجامعات وبتطورها بشكل ايه؟ بتطورها بشكل مستمر. بتطورها بشكل ايه؟ مستمر. عملت كمان مبادره للكشف عن الامراض، عن بعض الامراض، يعني زي مبادره 100 مليون صحه. وطبعا كلنا عارفينها 100 مليون صحه دي اللي هي كانت الكشف المبكر عن الامراض زي مرض فيروس سي، تمام؟ يبقى هنا عملنا مبادرات للكشف المبكر عن الامراض زي مبادره ايه؟ فيروس سي، اللي هي الالتهاب الكبد الوبائي. المبادره اسمها 100 مليون صحه. يبقى كده بتاعه صحتك اسمها ايه؟ 100 مليون صحه. طب بتاعه الريف اسمها ايه؟ حياه كريمه.
بتاعه الريف كان اسمها ايه؟ حياه كريمه. طب بتاعه الصحه، بتاعه الامراض، مبادره 100 مليون صحه. يبقى المبادره دي للكشف عن الامراض اسمها مبادره ايه؟ 100 مليون صحه. 100 مليون ايه؟ صحه. الاماكن بقى الخدميه اللي هي موجوده في المدينه نفسها، في اماكن خدميه اسمها اماكن خدميه امنيه. اسمها اماكن خدميه ايه؟ امنيه. يعني ايه اماكن خدميه امنيه؟ الاماكن الخدميه الامنيه دي يعني مكان بيوفر لك الامان اللي انت عايش فيه. يعني المكان ده دوره ان هو ما تبقاش خايف طول ما انت عايش. يعني مثلا ما تبقاش قاعد في بيتك وخايف ان حد يجي يخطفك، ما تبقاش ماشي في الشارع وخايف ان انت تتخطف. طيب ايه اللي مطمنك؟ اللي مطمني ان في حاجه اسمها بتوع خدمات امنيه. بتوع خدمات ايه؟ امنيه. بتوع خدمات ايه؟ امنيه. مالهم بتوع الخدمات الامنيه دول؟ قال لك ان هنا مين اللي بيقدمها اصلا؟ الشرطه. مين اللي هدفه انه يحافظ على امانك؟ الشرطه. طب الشرطه دي مهمتها ايه؟ اولا حفظ الامن والنظام، يعني هنا يكون في دايما امن وامان ونظام. كمان تاني حاجه ان هي ضبط المخالفين والخارجين عن القانون. ضبط المخالفين والخارجين عن مين؟ القانون. انا عندي اماكن خدميه امنيه. انا عندي اماكن خدميه ايه؟ امنيه. بتعمل ايه الاماكن الخدميه دي؟ اولا مين اصلا المكان اللي بيقدم لي خدمه امنيه؟ يعني مين بيحقق لي الامن والامان؟ الشرطه. الشرطه بتعمل ايه؟ بتديني خدمات امنيه. بتديني خدمات ايه؟ امنيه. طب زي ايه؟ حفظ الامن والنظام. حفظ الامن وايه؟ والنظام. حفظ الامن وايه؟ والنظام. حفظ الامن وايه؟ والنظام. يبقى بتديني خدمات امنيه زي ايه؟ زي حفظ الامن والنظام. زي حفظ الامن وايه؟ والنظام. تمام. حفظ الامن والنظام. بتعمل ايه كمان؟ بتظبط المخالفين والخارجين عن القانون. يعني لو واحد سواق عامل مخالفه، لو واحد ماشي في الشارع بس عمل حاجه مش كويسه، ان هو مثلا كسر الشارع ده من غير اي سبب، فبالتالي طبعا بتعمل ايه؟ بتقبض عليهم. والناس الخارجه عن القانون اللي هي الحراميه اللي بتقتل. تنظيم المرور هي بتعمل ايه في تنظيم المرور؟ بنلاقي على طول ضباط واقفه عند الاشارات. الضباط دي بتعمل ايه؟ دايما بتنظم العربيات ومين يمشي كده ومين يمشي كده. وده طبعا لولا ان الشرطه دي موجوده ما كانش هيعرف ان هم الدنيا تتنظم، والعربيات كانت هتخش في بعضها بقى وتبقى زحمه. يبقى اذا الشرطه دورها مهم ولا مش مهم؟ مهم. كمان بتعمل ايه؟ شرطه النجده. شرطه النجده دي اللي انا لما اتصل بيها واقول له ايوه تعالى ده في حرامي، ايوه تعالى ده انا اتسرقت، ده انا في حد اتقتل عندي، بيجي لك على طول. ده كده اسمها خدمه امنيه. كمان اصدار الوثائق الرسميه. ايه الوثائق الرسميه دي؟ اللي هي مثلا زي شهادات الميلاد. اللي هي زي ايه؟ زي شهادات الميلاد. زي شهادات ايه؟ الميلاد. يبقى تاني عندي هنا الشرطة بتديني خدمات ايه؟ امنية. طب زي ايه؟ اتفقنا حفظ الامن والنظام، ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وكمان تنظيم المرور. وشرطة النجدة. شرطة ايه؟ النجدة. شرطة ايه؟ النجدة. اصدار الوثائق الرسمية. قلت لك تنظيم المرور، في ضباط كتيرة في الاشارات يقول لك بقى البتاع العربية دي رايحة جاية جاية رايحة، عارف الضابط اللي هو يفضل واقف هدفه بس ان هو يعمل للعربيات كده. تمام. طبعا ده انت شايف ان الدور سهل، بس لا، الدور مش سهل، لان هو بيحاول ما يزحمش الطريق بعربيات كتير وفي الاخر العربيات تخش في بعضها وتعمل حوادث. طيب بتعمل ايه؟ واجبها ايه بقى؟ اصدار الوثائق الرسميه. طيب يبقى هي مهمتها اصدار الوثائق الرسميه. طب زي ايه الوثائق الرسميه دي؟ قال لك ان انا عندي زي 3 حاجات. مين هم؟ عندي شهادات الميلاد. عندي شهادات ايه؟ الميلاد. عندي شهادات ايه؟ الميلاد. عندي شهادات ايه؟ الميلاد. عندي كمان جواز السفر. جواز ايه؟ السفر. عارفين شهادات الميلاد طبعا اللي هي شهاده ميلادك. جواز السفر زي الباسبور اللي هو بنسافر بيه لبره. طبعا عندنا بطاقة الرقم القومي برضو، دي من ضمن الحاجات اللي هي بنطلعها من ضمن الخدمات الأمنية. لو انت رحت السجل المدني تمام هتلاقي فيه ضباط كتيرة قاعدة هناك. جواز السفر اللي هو الباسبور انت اصلا بتطلعه من الاسم اللي تبع العنوان بتاعك. كمان شهادة الميلاد احنا بنطلعها من السجل المدني. فبرضو كل ده الشرطة عندك بتديك خدمات ايه؟ أمنية. الشرطة بتديك خدمات ايه؟ أمنية. طب واجبنا ناحية رجال الشرطة ان نعمل لهم ايه؟ أولا لازم نحترمهم. لازم نعمل ايه؟ نحترمهم ونقدر دورهم. نحترمهم ونقدر ايه؟ دورهم في حياتنا. 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 يبقى لازم احترم دايما رجال الشرطه. يعني الضابط ده انا ما اتطاولش عليه ولا ان انا اكلمه بطريقه وحشه،
ليه؟ لان هو بيقوم بشغله، مهما عمل هو بيقوم بشغله، وهو لو عمل لنا حاجه احنا نبقى نروح نشتكيه. طيب نعمل ايه كمان؟ نتعاون معاهم، يعني نساعدهم. يعني لو هو بيعملوا حاجه صح لازم اننا نساعدهم، مثلا اننا عارفين مين اللي سرق، فبالتالي هنا لازم نروح نقول للشرطه على طول مين اللي بيسرق، مين اللي قتل. لو احنا عارفين شخص قتل يبقى لازم نروح نبلغ على طول مين اللي بيقتل. يبقى لازم نعمل ايه؟ نتعاون معاهم، وبنتجنب اي افعال بتعرضنا لمين؟ للخطر. وبنتجنب اي افعال بتعرضنا لمين؟ للخطر. يبقى تاني لازم نعمل ايه؟ نتعاون معاهم وبنتجنب اي افعال بتعرضنا لمين؟ للخطر. يبقى لازم نعمل ايه؟ نتعاون معاهم. لازم نعمل ايه؟ نتعاون معاهم. لازم نعمل ايه؟ نتعاون معاهم ونتجنب اي افعال بتعرضنا ليه؟ الخطر. يبقى كده اعمل ايه مع الشرطه؟ احترمهم واقدر دورهم. احترمهم واقدر ايه؟ دورهم. وكمان اتعاون معاهم واتجنب اي فعل بيعرضني للخطر. طب الدوله بقى بتعمل ايه؟ الدوله هنا بتعمل ايه للشرطه؟ قال لك انها هنا طبعا الشرطه ما ينفعش اللي هو انا ضابط وقاعد على المكتب بتاعي او انا نازل ولاحق جناه، هنا ما ينفعش، انا كده واقف في محلك سر. طب المفروض ان انا اعمل ايه؟ لازم ان انا اعمل لهم تدريب مستمر. لازم ان انا اعمل لهم تدريب ايه؟ مستمر. لازم ان انا اعمل لهم تدريب ايه؟ مستمر. فالشرطه بيتعمل لها تدريب مستمر، بيتدربوا على طول. كمان تحديث الوسائل التكنولوجيه المستخدمه في حفظ الامن. يعني مثلا لو احنا طبعا بيبقى في كاميرات، بتبقى كاميرا قد كده صغيره جدا، الكاميرا دي ممكن ان هم بيستخدموها عشان يقدروا يسجلوا بيها لناس يعرفوا يثبتوا عليهم حكم معين. نلاقي اجهزه التصنت لو احنا بنشوفها في الافلام سواء الاجنبي او العربي، نلاقي حاجات صغيره قد كده نقدر اننا نحطها في اي مكان فتعرف انها تتصنت على الناس اللي هم مثلا مجرمين قتالين قتله بيعملوا اي حاجه من الحاجات دي. فاذا طبعا كل ده مهم ولا مش مهم؟ مهم. يبقى انا اعمل ايه للشرطه هنا؟ اطور الجهاز عن طريق التدريب المستمر. اطور الجهاز عن طريق التدريب ايه؟ المستمر. اطور الجهاز عن طريق التدريب ايه؟ المستمر. كمان لازم احدث الوسائل التكنولوجيه. لازم احدث الوسائل ايه؟ التكنولوجية اللي هي مستخدمة في ايه؟ مستخدمة في حفظ الامن. مستخدمة في ايه؟ مستخدمة في حفظ الامن. كمان استجيب للحوادث السريعة والبلاغات. استجيب ليه؟ للحوادث والبلاغات. لايه؟ للحوادث والبلاغات. للحوادث وايه؟ والبلاغات. عندي مركز الحماية المدنية. ايه مركز الحماية المدنية ده؟ ده اللي هو المطافي. تمام. المطافي دي بتقدم لك حاجات كتيره برضو. طب زي ايه؟ زي اخماد الحرائق. زي اخماد ايه؟ الحرائق. يعني هي اللي بتطفي الحريقه. لانها مثلا ميس طب ما انا ممكن اطفي الحريقه بنفسي. اقول لك حبيبي، لو حريقه ناتجه عن مثلا ماس كهرباء هتعرف تطفيها؟ ما انت لو حطيت لها ميه هتزيد. لو حريقه ناتجه بسبب غاز هتعرف تحط لها ميه؟ فبرضه لو حطيت لها ميه هتزيد. فبالتالي لازم يكون في مطافي هي اللي تعرف ان هي تطفي الحرائق بتاعتها بالمواد اللي معاها. يبقى الخدمات اللي هي مركز الحماية المدنية ده بيعمل ايه؟ بيخمد الحرائق. يعني ايه؟ يعني بيطفيها. طب هو بيعمل كده بس؟ لا، ما بيعملش كده بس. قال لك بينقذ الاشخاص المحاصرين في حوادث مختلفة. زي ايه؟ زي حوادث الطرق وانهيارات المباني. يعني لو في عمارة مرة واحدة اتهدت بس في ناس جواها، فمركز الحماية المدنية ده مهمته ان هو يجي والناس بتوعه يطلعوا الناس اللي هي واقعة تحت المباني ونقدر اننا ننقذهم. ده دوره. يبقى دوره ان هو يعمل ايه؟ ينقذ الاشخاص اللي موجودين في حوادث مختلفة. ينقذ الاشخاص اللي موجودين في حوادث ايه؟ مختلفة. طب زي حوادث ايه؟ زي حوادث الطرق وانهيارات المباني. زي حوادث ايه؟ زي حوادث الطرق وانهيارات المباني. زي حوادث الطرق وانهيارات ايه؟ المباني. زي حوادث الطرق وانهيارات ايه؟ المباني. كمان بتدي دعم لمين؟ للمتضررين من الكوارث الطبيعية. زي ايه؟ زي الزلازل. طبعا الزلزال بيجي على فجأة، فبالتالي لازم طبعا ان هم بيروحوا يدعموا الناس اللي هناك، يقوموهم، يساعدوهم، يعملوا لهم اي حاجه. المهم انه ايه؟ يعرفوا انهم يساعدوهم ويقدموا لهم خدمه معينه. يبقى مركز الحمايه المدنيه بيديك خدمه ايه؟ بيديك خدمه امنيه. طيب ايه الخدمه اللي بيقدمها لك؟ اخماد الحرائق. وبينقذ مين؟ الاشخاص اللي هم فين؟ في حوادث مختلفه. طب زي حوادث ايه؟ طرق وانهيارات المباني. كمان بتقدم الدعم لمين؟ للمتضررين من الكوارث. زي ايه؟ زي الزلازل. زي ايه؟ زي الزلازل. اخر حاجه عندي اللي هي الاماكن الخدميه التجاريه. تجاره عامه معناها ايه؟ معناها بيع وشراء. بيع وايه؟ وشراء. بيع وايه؟
وشراء. بتعمل ايه بتاعه البيع والشراء دي؟ طبعا احنا بنروح للسوق او الماركت فتح الله كازيون. السوق ده اللي هو المكان اللي بيكون فيه ناس كتيره، فيها محلات كتيره، فيها اكل وشرب ولبس وكل حاجه، زي سوق الحضره، سوق المنشيه مثلا بتاع الحقانيه، في اسواق كتيره جدا 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 موجوده. طيب السوق ده احنا بنعمل منه ايه؟ احنا بنشتري مستلزماتنا، بنشتري اكل شرب لبس، بنشتري ادوات مدرسيه، كل حاجه. عشان كده هي بتديني خدمه ايه؟ تجاريه. يعني الخدمه دي طالما بتبيع لي حاجه وانا بشتري منها حاجه، يبقى كده اسمها خدمه ايه؟ تجاريه. يبقى كده اسمها خدمه ايه؟ تجاريه. يبقى كده اسمها خدمه ايه؟ تجاريه. طيب ايه واجبنا بقى ناحيه الاسواق دي؟ قال لك واجبني ناحيه السوق دي اولا لازم احافظ على نظافه المكان. يعني ما ادخلش سوق واقعد ارمي فيه ورق، اقعد ارمي فيه حاجات مش محتاجه، ارمي الحاجات في الباسكت بتاعها. بس هنا لو مثلا الحاجه معايا وملهاش مكان تترمى، حطها في كيسه معاك او حطها في شنطه لحد ما تروح البيت وارمي في الباسكت. ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش عيل نوتي. تمام؟ يبقى تاني لازم اننا نحافظ على نظافه المكان. لازم اننا نحافظ على ايه؟ نظافه المكان. لازم دايما المكان يكون نظيف. كمان لازم اننا نعمل ايه؟ قال لك ضروري الترشيد في الشراء. يعني ايه الترشيد في الشراء؟ يعني اشتري بس اشتري ازاي؟ على قدي الحاجه اللي انا محتاجها. لو انا محتاج قلم فاروح اشتري قلم واحد بس، ما اروحش اشتري علبه قلمه وانا عارف اني مش هستخدمها. لو انا عايز اكل اروح اكل، بس اجيب الحاجه على قدي. ما اجيبش كميه اكل قد كده واقول بص ده انا هاكل بقى، وفي الاخر بتلاقي نفسك ايه؟ انت ولا اكلت ولا استفدت من الاكل. يا ميس ما انا هاكل بس ممكن ان انا اسيب الاكل وابقى اكل وقت تاني. طب ماشي، فرضا ان انت هتعمل كده، افترض ان انت بعد كده مبقاش ليك نفس انك تاكل، فبالتالي انت عملت ايه؟ انت هدرت الاكل. يعني ممكن تلاقي نفسك رميته في الزباله، وطبعا حرام. يبقى بالتالي هنا لازم نعمل ايه؟ نرشد في الشراء، فما نشتريش حاجه غير اللي احنا محتاجينه. يبقى تاني لازم نعمل ايه؟ نرشد في الشراء. يعني ايه نرشد؟ يعني تقليل، او ان احنا لا ناخذ الا احتياجنا. لا ناخذ الا ايه؟ احتياجنا. لا ناخذ الا ايه؟ احتياجنا. يبقى تاني لا ناخذ الا ايه؟ احتياجنا في الشراء. يعني ما نشتريش الحاجه غير اللي احنا محتاجينها. عايزين طماطم ما نجيبش 10 كيلو. طبعا ناس كتيره بتعمل كده. لا، نجيب اللي احنا محتاجينه كيلو او 2 بس كده. عايزين قلمه نجيب قلم واحد، ولما يخلص نروح نجيب تاني. ده كده اللي احنا لازم نعمله. اننا نعمل ايه؟ ما نشتريش الحاجه غير اللي ايه؟ محتاجين لها. عايز لبس بس بقى ما تجيبليش 10 قطع او 10 ترنجات او 10 تيشيرتات ويقول لك بص ده عليهم عرض. لا يا بابا. ليه؟ لان انت ممكن تشتري الحاجه دي وبعد كده تطلع حاجات تانية ترند، وتبقى انت عايز ايه؟ تجيب الاجدد. فانت كده هتعمل ايه؟ هترمي الهدوم اللي انت جبتها. فعشان كده لازم دايما نعمل ايه؟ ما نشتريش اي حاجه غير لما نكون ايه؟ محتاجين لها. يبقى واجبني ناحيه السوق اللي هي نعمل ايه؟ نرشد في الشراء. نرشد في ايه؟ في الشراء. فما نشتريش الا اللي بنحتاجه، ما نشتريش غير اللي ايه؟ بنحتاجه. طب الدوله بقى دورها ايه؟ قال لك الدوله بتعمل حاجتين. عملت هنا عملت اسواق متخصصه. الاسواق دي بتبيع منتجات معينه، زي سوق اسمه سوق الجلود، وده موجود في القاهره. يبقى عملت سوق زي سوق الجلود. واللي ما يعرفش سوق الجلود ده هنا بياخد الجلود الحيوانات ويصنع لك منها منتجات تعرف انك تلبسها. يقول لك مثلا الشنطه دي جلد طبيعي. يعني ايه جلد طبيعي؟ جلد الحيوان. تمام؟ الجزمه، الشوز، المحفظه، حاجات كتيرة جدا بتتصنع من الجلود. عشان كده هم صنعوا سوق اسمه سوق ايه؟ اسمه سوق الجلود. اسمه سوق ايه؟ اسمه سوق الجلود. في حاجة كمان بتعملها بتعمل ايه؟ قال لك ان هي بتراقب ايه؟ بتراقب الاسعار. بتراقب الاسعار في الدولة. بتراقب الأسعار فين؟ في الدولة. طب ليه بتراقبها؟ لتجنب الغلاء. لتجنب إيه؟ الغلاء. لتجنب إيه؟ الغلاء. كمان بتعمل إيه؟ كمان عندي إنها بتتابع صلاحية المنتجات. بتتابع إيه؟ صلاحية المنتجات. بتتابع إيه؟ صلاحية المنتجات. بتتابع إيه؟ صلاحية المنتجات في الأسواق. يبقى هي بتتابع صلاحيه ايه؟ المنتجات في الاسواق. تشوف الحاجه دي هل منتهيه الصلاحيه، هل ينفع ان احنا نستخدمها. فالدوله دايما بتعمل كده، تراقب الاسعار اللي فين؟ اللي موجوده في السوق. اللي موجوده فين؟ في السوق. ليه؟ عشان تتجنب الغلاء. نشوف مثلا فيديوهات للمحافظ بيروح ينزل السوق يقول انت عندك ده بكام؟ بالسعر كذا. ليه انت بتبيعه بالسعر ده؟ انا عمري ما شفت السعر ده والدوله حطاه بسعر معين. فبالتالي طبعا ينفع ان انا اغلي الحاجه
10 اضعافها لا ما ينفعش. حتى لو الدنيا غاليه فبرضه ما يجيش البياع ويغلي عليك كتير جدا. تمام؟ يبقى كده لازم نراقب الاسعار عشان نتجنب الغلاء. والدوله بتعمل ايه؟ رقابه مستمره. يعني ايه رقابه مستمره؟ بتتابع صلاحيات المنتجات فين؟ في الاسواق. كمان عندي بتوفر لنا اماكن خدميه تانية زي ايه؟ زي اماكن العباده. مين اماكن العباده؟ بنتعبد فين؟ مساجد وكنائس وكده يعني. مكاتب البريد اللي هي البوسطه، مراكز الشباب اللي هي النوادي، بنوك كمان بتقدم لي الخدمات. هنا طبعا في اماكن خدميه كتير زي ايه؟ اماكن العباده، مكاتب البريد، مراكز الشباب، بنوك. تمام؟ يبقى كده خدنا 5 اماكن خدميه. تعليميه زي المدارس الدوله بتطورها بشكل مستمر، صحيه زي المستشفيات وعملنا مبادره 100 مليون صحه وبرضه بتطور المستشفيات بشكل مستمر. عندي كمان اماكن خدميه امنيه زي مركز الشرطه ومركز الحمايه المدنيه. تمام؟ وعندي كمان اماكن خدميه تجاريه. قلت لك الشرطه بندربها بشكل مستمر ولازم اننا نساعدهم ونقدر دورهم. وكمان مركز الحمايه المدنيه بيديني خدمه اطفاء الحرائق، وكمان بيعالج الناس او بيساعد الناس اللي هي متضرره من المباني او من الزلازل، بينقذهم. وكمان عندي اماكن خدميه تجاريه اللي هي الاسواق، وقلت لازم احافظ على نظافتها، والدوله بتعمل اسواق بشكل مستمر زي سوق الجلود. يبقى انا عندي اماكن خدميه تانية زي ايه؟ زي اماكن العباده، مكاتب البريد ومراكز الشباب. زي اماكن ايه؟ عباده، مكاتب بريد ومراكز الشباب، وبنوك وايه؟ وبنوك وايه؟ وبنوك. وبكده احنا نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهارده. هنا الدرس سهل ما فيهوش اي حاجه. اشوفك على خير يا حبيب قلبي المره الجايه ان شاء الله. كان معاك ميس خلود طه وانت هنا في اليوروفيا. باي باي.